بسم الله الرحمن الرحيم. وياكم اخوكم محمد باسم من محمية صغيرة داخل البيت. محمية ما صرنا يومين بنيناها، الحمد لله والشكر على كل حال. واما بنعمة ربك فحدث، ما عليكم دخل بالديك اللي دعاية. هذا من عشاق الديك هو الجود. هاي قدامكم الطيور جمالهن، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا الانتاج، لاني على الرغم كان المخاليف بس حاليا على جهوز، الحمد لله والشكر جهزن. وادري احنا مقبلين على صيف. شوفوا الاجواء اليوم، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وآل محمد. نجي وياكم لهنا. عندنا هذا القفص عبارة عن خانتين، الخانة الاولى الفوق بيها طيور حب، والخانة الثانية بيها فنادس. اعذرونا على التصوير، بعد جديد على التصوير. هذا الزوج مزاويد. هذا هنا عندنا حاليا هاي 3 ازواج هنا خالي بهاي الخانة، الحمد لله والشكر على كل حال. الازواج 3 جواهن افراغ، راح اراويكم الافراغ، خليكم وياي بس خل افتح القفص. رجعنا وياكم. هذا الخانة الاولى عندنا البقالة الاولى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوهن، شوفوا الجهوزية مالتهن. حاليا الطيور يعني نقول عليهن انتاجهن خير من الله، الحمد لله والشكر. شوفوا الجمال، شوفوا جمالهن، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا قام يطير، شوفوا وين وقف على صبع. اللهم صل على محمد وآل محمد. دقيقة خلنا نرجع خطية لأن بعده صغير. يا صغير ولد، هذا قام يطير معود. سادسين كمشنا. هذا الزوج الأول شفنا لكم إياه، شوفوا لكم الزوج الثاني. ننزل البقالة لكم حتى تشوفونه براحتكم الإنتاج. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب لا تنسون أخوكم بالدعاء. مبتدئين بس تونا بدينا بيهن. عندك هذا الزوج الثاني بيهن زوج، هاي بيهن زوج أفراغ، الحمد لله والشكر. بيها أفراغ 2. هاي النتيجة من إنتاجنا، الحمد لله والشكر. إنتاجنا وأول جهوز لها، وانتجت منه 4 بس 2 ماتن بالمطر إذا تتذكرون من غرقة الحلة، الحمد لله والشكر. على كل حال انتظرونا بس خل نرجع البقالة. هاي شباب البقالة الثالثة، خل ننزل لكم إياها شوية. المكان ضيق، ما أقدر أطبه بإيدي ولا أقدر أطبه بالكاميرا حتى تصور. شوفوا اللهم صل على محمد وآل محمد. 4 زغاليل صغار حلوين. هذا اللي أدي الزوج، هذا الفحل أخضر والنفية هاي، شوفوهن جمالهن، الحمد لله والشكر. أما بنعمة ربك فحدث. لا تنسون أخوكم بالدعاء. خل نرجعهم مكانها خطية، خلي تجي لهم ماي يلزقهن. تدرون اليوم أجواء حلوة، والإنتاج يعني شباب يعني شوية شوية نطورها. نبيها أول شي بطيور عادية، بعدين الله يرزقنا خير ويرزق الجميع إن شاء الله. خلينا أراويكم الخانة الثانية اللي بيها الفناجس. شوفوا الجامبو، شوف جماله، عسل يخبل مثل عيونكم يا طيبين. لا تنسون أخوكم. هنا عندنا هاي الخانة، هاي البقالة الصغيرة بيها أفراخ، ما أقدر أراويكم وياهن بعدين صغار. عندكم هاي البقالة الثانية، الحمد لله والشكر. لا ما فيها عيش، بيها 4 بيضات إلى 3 بيضات، يعني الباحة أنا شفتين 3 بيضات، بعد ما أعرف يعني بيضين بعدين. البقالة، أما هاي البقالة يا شباب شوفون، تشوفون انتم طلع الفحل من عندها، كانت بيها بيض، هسه حاليا جواها بيض. خل أراويكم الخانة عشق مال جود. قفص الدجاج عندنا هنا ديتش ذهبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. اعذروني اليوم هو انا عندي حملة تنظيف، فيعني اليوم ننظفه واراويكم بعد التنظيف شلون الاجواء اللي بيهن. هنا الدجاجة يعني خلال 3 ايام الى 4 ايام راح نخليها وضع طيران. شنو وضع الطيران مالتنا؟ يعني نكركها دجاجة. شوف الديش شلون جماله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اما في نعمة ربك فحدث. يعني احنا نراويكم الاجواء الحلوة. حاليا انا متواجد بالسطح محميتي قدامكم.
احب اسمع منكم نصايح، احب اسمع منكم ينورني بمعلومة حلوة. شو تقولون هاي الخانة اخليها كلها الفناجس، لو اخلي الفناجس هنا واجيب الطيور حبه هنا؟ وهنا وصلنا وياكم بنهاية الفيديو. لا تنسون اخوكم بالدعاء. اللهم يبارك بكم. شكرا جزيلا على المشاهدة الحلوة.